مستحق على ما قدمه المنتخب المغربي في هذه البطولة منذ بدايتها، كان هو الأفضل. مدغشقر المنتخب المغربي غلق المنافذ على المنتخب المدغشقري وين ما خلاش يخرج الكره. نهضروا على الفريق الوطني المغربي. شوفوا كيفاش لعب هذه المقابله هذه، الطريقه اللي لعب بها الخصم هي اللي اثرت علينا، لان غنجي هذه النقطه حيت مهمه. كافضل فريق، كافضل هجوم، كافضل فريق يلعب كره جماعيه كذلك، مع هذا المدرب اللي في اعتقادي هو الان مشروع مدرب. والسلاله يديسيدي على كلش، لان بريزيدونت فيدراسيون قال له انا اللي نحكم. تفاهمنا على السياسه تاع جيد، مدرب كبير قادم ان شاء الله في السنوات المقبله، نجاحات كبيره لهذا المدرب سواء مع المنتخب الاولمبي والان بعد تحقيقه للبرونزيه. في يعطيهم الصحه اللاعبين، الستاف دار خدمه ما شاء الله، يعطيهم الصحه. أدى مباراة صراحة في المستوى، كان حاضر من الناحية البدنية، حار. سي اون تري بون ايكيب سور لو بلون تكنيك، في المستوى مازالوا يحوسوا يدخلوا صح. باينين باللي خدمه كاينه قاعده. المنتخب يعمل المستحيل من اجل الفوز بالمباريات، ويبدا البندير في لي ريزو سوسيو واني ربحت. ها والفوتبول كيفاه يمشي، تبدا هاك وتجي طالع. هما يخدموا من الأ حتى لتحت، ماشي العلاله والسلاله. وكذلك على مراكز التكوين وعلى اعطاء فرص اكثر للمدربين كذلك المغاربه اللي تكلم عليهم هيثم. هذا شيء مهم وشيء جيد، ليس فقط في تكوين اللاعبين ولكن حتى على مستوى المدربين. الان احنا نفتخر عندنا مدربين وطنيين على اعلى مستوى، خصوصا ياخذوا كل المنتخبات الوطنيه. وهذا شيء مهم جدا. وانا دائما اقول المنتخب الوطني كيفما كان، يا اول يا اولمبي يا اقل من 17 15، يجب يكون هناك طاقم وطني. ونتمنى كل المنتخبات العربيه تكون هذا طواقم وطنيه تقود منتخباتها. طبعا عندك كل الامكانيات. انا اللي نحكم. تفاهمنا على السياسه تاع البلاد في الرياضه في الفوتبول، ها وين نلحقوه. الور امشي، اللي حب يمشي يمشي، اللي ما حب ما يمشيش. هذا هو السر تاع الخدمه يا سي رضوان. ونزيدوا نجوزوا لوتري طاب واش هي؟ هما لو شامبيونا دي جون تاعهم. هل انت تشوف اونترينور ولا دي تي اس يروح يشري لاربيت اون جون باش ليكيب تاعو تربح، ويبدا البندير في لي ريزو سوسيو واني ربحت؟ سي دي شارلاتان اللي راهم هكذا تمشي الكره في هما. لا هما احنا واش نعرفوا في كره القدم او نيفو دي جون، كون لي لعب كون الريزلتا ما يهمنيش. كل المؤهلات يحتاجون فقط الى دعم، يحتاجون الى تشجيع، ويحتاجون الى ثقه كذلك، وهذا ما شاهدناه. وصول كذلك. اريد كذلك ان حتى المنتخب المدغشقر على المباراه الكبيره اللي قدمها اليوم. صحيح. كان ند للند، شاهدنا مباراه كبيره اليوم. هدف هنا هدف ثم تعادل ثم تقدم ثم تعادل الى جاء الهدف الثالث، هدف اكثر من رائع للاعب المليوي اللي في اعتقادي كان الاسبوار ليكيب ناسيونال. ها والفوتبول كيفاه يمشي، تبدا هاك وتجي طالع. مي كي ولا دار خالي موح ولات في كرة القدم امبوسيبل. شوفوا انتوما وين كيفاش راكو حابين من السيره اللي راهي فيها كرة القدم. نعم يا ميسي، والله ما تطلع عليك ربح يا اخي. فيدراليه ضعيفه رضخت ونحت القانون دو كوتي. اي سا سكي اريف كونت اون اون فيدراسيون طري فابل. هذا هو. وحنا عارفين واش صاير في سيرتان كلاب لو ستاتي انترناسيونال، يجي باباه يخلص وتتكونفوكي لوليدو. سارتان صح. دونك واش من الفوتبول هذا؟ كي بروف بلي هذاك الجوال اللي بعثوا هذاك هو المليح. انا نشوف، انا ما يبعثليش نونطري، انا نشوف، ما تبعثليش. انا والصاف تاعي اللي نشوف وين لحقنا هكذا في الحومه ماهيش صايره يا رب. ماشي هذا حبيتو علاش قلت لك احد افضل النجوم في هذه المباراه، في هذه البطوله، وتم اختياره افضل لاعب. نعم، واحد افضل اكتشافات كذلك على مستوى الهجوم، لان الان هناك ندره كبيره امين في هذا المركز، خصوصا قلب الهجوم والقلب الهجوم الصريح. وهنا نشاهد الاهداف هذه اللي كانت اهداف كلها اهداف جميله واهداف رائعه، من بدايه من هذا الهدف لفريق المنتخب المدغشقري الى هدف التعادل للاعب مهري، ثم التقدم اللي جاء مع نهايه الشوط الاول للاعب المليوي نجم هذه المباراه. عمليه دائما كما قلت التركيز وعمليه التموضع وعمليه الانهاء ببروده وبشكل جيد. لاعب عنده ثقه اكثر، واظن يستحقون هذا الفوز، يستحقون هذا التاهل، لان في اعتقادي كان مستحق
مستحق. نتمنى ان شاء الله دائما الاستمرارية. كابتن والنجاحات. هيثم، تحدثنا عن الظروف التي رافقت هذا المنتخب قبل تكوينه أو قبل اعتماده للمشاركة في هذه البطولة. الملاحظ أن طارق السكتيوي لديه علاقة خاصة مع اللاعبين، وربما هذا هو بيت القصيد، أن تأتي قبل تقريبا 5 أو 6 أو 7 أيام إلى منتخب لا يمكن أن تغير أشياء كثيرة على المستوى الفني، يكفي أن تدير المجموعة كعائلة. هل تعتقد أنه هذا هو سر نجاح هؤلاء الشباب؟ نقطة مهمة جدا، لأنه واضح أنه قريب من هؤلاء العناصر. ولعيب الكورة لما يكون مستريح نفسيا مع مديره الفني بيلعب أولا لنفسه وبلده، ثم بيلعب عشان المدير الفني ينجح، وده شيء مهم جدا. وأنا أشوف الحقيقة أن نفسيا هو بيعامل لعيبة بشكل مميز جدا، بشكل رائع جدا. واضح كمان قربه من ربنا سبحانه وتعالى، بعد كل هدف بيسجد بيشكر ربنا. عشان كده تشعر ان في عدالة في اختيار اللاعبين، واللعيبة كمان احقاقا للحق مستوياتهم متقاربة، يعني مفيش فرق كبير بين اللاعب الاساسي واللاعب الاحتياطي. وعلى الرغم من قصة فترة الاعداد، او لا تذكر حتى فترة الاعداد، لان هم اتجمعوا قبل هذه البطولة بساعات، وحتى بعد التجمع تقريبا وصلت في بعض المباريات عدد الإصابات إلى 10. الفريق ديال مدغشقر انا صراحه اقر بانني اخطات في الفهم ديالو، حيت شفتوا في المقابله الاخيره ديالو ضد السودان ما بانش عليه العلامه ديال انه فريق سيلعب الكره بيناتهم. يعني فاجئ الجميع بالطريقه اللي لعب بها اليوم. الطريقه باش يلعب كلش غير شي لقطه ولا جوج نقدر نقول لك ممكن يخلق المشاكل. المباريات ديالو كانت مباراه ديالو عاديه جدا. واش اللعب ديال السودان اللي تيلعبوا طويل هو اللي اثر عليه وتبع السودانيين في اللعب ديالهم؟ ماذا المهم هذا الشكل اللي شفتوا اليوم ما بان ليش مدغشقر خصوصا في المقابله الاخيره. اذا اول شيء هو الخصم انه فاجئني،